مساء الفل يا ست الكل. سؤال بيجيلي كتير وخاصة من العرايس اللي بتجهز، عروسة بتجهز وعايزة تشتري غسالة اطباق. طيب اشتريها بناء على ايه؟ ايه المواصفات؟ طيب اخد بالي من ايه وانا بشتري غسالة الاطباق؟ اعمل حسابي على ايه؟ طيب احنا هنتكلم بصفة عامة مش بس للعرايس. اول حاجة انت هتجيبي غسالة الاطباق. في غسالات بيكون فيها 3 رشاشات، وفي غسالات بيكون فيها 4 رشاشات. الرشاش اللي تحت بيكون فيه رشاش صغير راكب فيه لمنطقة معينة في الرف اللي تحت، بيكون خاص بالحلل بس ما بيلفش، هو في منطقة معينة في السلة اللي تحت. بس خلينا في الاعتيادي. في غسالات بيكون فيها 3 رشاشات، وفي غسالات بيكون فيها رشاشين بس. طبعا الرشاش السفلي احنا عارفينه، الرشاش العلوي معروف. في بقى رشاش تالت في سقف الغسالة، طبعا ملوش علاقة، اللي انا بقوله ده ملوش علاقة بسلة المعالق. كده كده سلة المعالق اللي بيكون فيها السلة اللي هو الرف تالت بيكون معاه رشاش تالت. لا انا بتكلم عن الغسالات اللي هي سلتين، رف علوي وسفلي، ومفيش رف للمعالق اللي هو العادية. ده بيكون في غسالة فيها رشاشين، وفي غسالة بيكون فيها 3. انا اللي عندي فيها 3، فيها واحد في السقف، واحد سفلي، وواحد علوي. فانت خلي بالك من النقطة دي. ونقطة اهم بقى، يعني الخصائص الإضافية. زي مثلا في غسالة بيكون فيها شطف إضافي، تجفيف، تعقيم، اختيار القرص. لو أنا بستخدم بودر وجيت مرة أنا عايز أستخدم القرص، فيكون فيه الأوبشن ده، لأن ده بيوفر عليا إن المسحوق، إن القرص أعمل له في تفعيل القرص، بيوفر عليا إن الغسالة ما تسحبش الملمع اللي أنا حاطه، إن الغسالة ما تسحبش من الملح اللي أنا حاطه. ده مهم جدا. ان الرف السفلي بيكون فيه عادة سنون بتتني وتتفرد. بتتني ليه؟ طبعا بيكون في صفين سنون، دول للاطباق معروفين، وفي صفين سنون، كل ده في السله السفليه، وفي رفين سنون بيتنوا لما باجي احط حلل، بقوم تانيهم واحط الحلل بتاعتي مكفيه مرتاح. في بقى غسالات لا، السنون كلها في السله السفليه ثابته، ودي هتعمل لك مشكله. هتيجي تحط الحله هتحطها ازاي؟ تحطيها على السنون، ممكن تجرح لك التيفال، السنون نفسها هتتجرح. انا بيجي لي رسائل كتير ازاي افك الرف الثالث اللي هو رف المعالق والشوك. في ناس دلوقتي بتروح تشتري غساله اطباق فيه رف معالق، بس بترجع بعد كده بتعاني من رف المعالق اللي هو مش محتاجاه. انا بس سله صغيره بحط فيه كل المعالق بتاعتي وبس. طيب مش محتاجاه، هو مزعلني في ايه؟ لا هو مزعلني طالما انا مش محتاج الرف بتاع الشوك والمعالق ده، هو مزعلني لان هو مقلل لي المساحه. ده الرف العلوي وده اخر رف المعالق، لو انا شلته هيبقى المسافه كده، يبقى في مسافه. احط مثلا بوله عاليه شويه، كاسه عاليه شويه طويله اللي هي كاسات العصير، لان السله العلويه بتترفع شويه وبتنزل شويه. طيب انا لو السله بتاعت المعالق دي ما بستخدمهاش، عايز اشيلها، يبقى تاخدي بالك من الاول يا ست الكل. بيكون عرضها 60 سنتي، بتكوني عامله حساب الميه والصرف، وصلة الميه ومخرج الصرف تكوني عامله حسابهم كويس قوي، وتجهزيهم قبل الغساله ما تجيلك، وقبل ما الفني يجي يركب لك، لان لو جه وما لقاش الحاجات دي جاهزه مش هيركب لك الغساله. نص الحموله، في غسالات كتير بس نص الحموله بيكون السفلي، في غسالات تانية نص الحموله بيكون علوي وبيكون في سفلي. بختار واحدد اللي انا عايزه. في غسالات فيها الاوبشن ده، وده طبعا ممتاز، لان انا مثلا بيكون عندي حلل كبيره وعايز استخدم رف اللي تحت، بحطها في اللي تحت. عندي بقى كاسات، عندي حاجات خفيفه، لا انا عايزها في الرف اللي فوق، بيكون عندي اوبشن ان انا اختار نص حموله في الرف اللي فوق. في ناس بيكون مهم عندها قوي ان هي تحتاج غساله فيها فتحه تلقائي. في ناس بتبقى محتاجه الموضوع ضروري عشان خاطر تريح دماغها، اللي هو انا هستنى لما دوره الغسيل تخلص واروح افتحها بايدي انا، لا انا اشغلها وانام، فلما تخلص دوره الغسيل تفتح هي لوحدها. فشوفي، بس ده طبعا بيبقى بيزيد من سعر الغساله شويه. لو انت محتاجاه تتاكدي ان في فتحه تلقائي في الغساله اللي انت هتجيبيها،
مش فارق معاكِ لإن أنتِ طبعًا متواجدة في المطبخ طول الوقت، فهتغسلي المواعين وأنتِ واقفة، فمش ضروري تجيبي فتح تلقائي. وعلى فكرة فتح تلقائي في مشاكل كتير الفترة اللي فاتت دي، إن هي بتفتح والدورة ما بتكملش، إن فاضل فيها 10 دقايق، إن بتفتح ولسه باقي فيها نُص ساعة، الكلام ده كله، إن الغسالة بتكون لسه في مرحلة التلميع وما بتكتملش وهي بتفتح لوحدها. حاجة مهمة لازم تعرفيها وأنتِ بتشتري غسالة الأطباق، الغسالة اللي أنتِ هتجيبيها بتعمل تنبيه لمّا بتخلّص دورة الغسيل، بتطلّع صوت تنبيه تسمعيها عشان تعرفي إنها خلّصت. طيب لو مش بتدّي تنبيه، بتدّي علامة صح لمّا بتنتهي الدورة، يعني لمّا أروح أبُص عليها هالاقي علامة صح إن هي كده خلّصت والّا لأ؟ لإن ناس كتير تقول لك أنا الغسالة بتخلّص، الشاشة بيكون مش مكتوب عليها حاجة، ما فيش صوت تنبيه، ما بابقاش عارفة هي خلّصت والّا ما خلّصتش، أفتح الغسالة ألاقيها لسه شغّالة، ما أنا ما أعرفش. خلّي بالِك من الموضوع ده، لازم الشاشة عندِك تكون مكتوب، يعني أنا عندي الشاشة بيكون عليها المراحل، دلوقتي بتغسل، بعد المرحلة التانية بتشطف، المرحلة اللي بعدها بتجفف، المرحلة اللي بعد كده خلّصت بيدّيني صوت تنبيه، 3 تنبيهات، وباعلّي الصوت كمان 3 مستويات، باروح أبُص بعد صوت التنبيه بالاقي علامة الملمّع، هي كده خلّصت بس هي في مرحلة التلميع، باكون عارف 5 دقايق، 10 دقايق علامة التلميع بتروح والشاشة بتبقى سودا، كده أنا عارف إن أنا غسالتي خلّصت تمامًا، بافتحها واسيبها مفتوحة واشيل المواعين منها واسيبها مفتوحة، علشان ما تصدّيش ولا تعملش ريحة وحشة، لازم تكون مفتوحة طول الوقت. ولو أنتِ خايفة تخبطي فيها سيبي الباب موارب، يعني غسالة الأطباق أهي تفتحيها كده عشان تطلّعي المواعين، سيبيها مواربة كده، يا دوبك هوا يدخل. ل لو أنتِ مياه جوفية أو مياه، يعني المَيّة عندِك مش بتشربيها من الحنفية، المَيّة مثلًا في خزانات، المَيّة فيها نسبة أملاح، ركّبي فلتر زي فلتر مَيّة الشرب لكن مرحلة واحدة، عشان يكون المدخل والمخرج سريع، المَيّة تكون قوية، مش طبعًا تركّبي فلتر 3، 4 مراحل مش عارف الفلتر الكبير ده المَيّة هتبقى ضعيفة منه، لأ، فلتر مرحلة واحدة، الشمعة تتبدل كل فترة، ده علشان خاطر ما يحصلش ترسبات جوه غسالة الأطباق. الناس بتشتكي إن هو في حاجات زي رمل، إن هو بيحصل صدى، باحط ملح كتير وبيتسحب طبعًا عشان خاطر هي عندها نسبة أملاح كتير في المَيّة. ركّبي فلتر قبل ما أدخل الغسالة، ده هيحافظ كتير جدًا على أجزاء الغسالة الداخلية عندِك، خلّي بالِك من الموضوع ده. لو عندِك المَيّة حلوة بتشربيها من الحنفية وكويسة، خلاص أنتِ مش محتاجة الفلتر. أخلّي بالي إن الغسالة لمّا أحطها في المطبخ ما أحطهاش جنب البوتاجاز أو جنب تلاجة، ما هو البوتاجاز هيسخن والغسالة الأطباق هي كمان بتسخن، هنا هتبقى في مشكلة. التلاجة طول الوقت جسمها بيسخن لإن هي طول الوقت شغالة، غسالة الأطباق بتسخن، في مشكلة. ولو ضروري يتحطوا جنب بعض يبقى في مساحة، مساحة كويسة علشان ده ما يسخّنش ده، خلّي بالِك من النقطة دي يا سِت الكل. نفس الكلام لو غسّالتِك جنب الحوض أو تحت الحوض، ما فيش مَيّة تيجي على البوردة، على الشاشة، على باب الغسالة اللي قدّامي اللي قدّام، ما فيش مَيّة تيجي عليه، البوردة لو باظت هتزعّلِك زعل جامد، هتقعدي تصلّحي في غسالتِك كتير، هتكلّفِك، هي مُكلّفة. فما فيش أي مَيّة تيجي على الغسالة، ما تغسليش غسالة أطباق من برّه بمساحيق، هتبوّظ اللون وهتبوّظ الشاشة والدنيا هتبوظ معاكِ. فوطة مبلولة شوية مَيّة كده ونضّفي بيها وبس، ويا ريت البوردة كمان ما تتمسحش بأي مَيّة ولا بأي حاجة، حافظي عليها نضيفة. لو استفدتوا وعجبكم الفيديو لايك وشير، قناتي على اليوتيوب عصائر ميخا، شير للفيديو علشان الكل يستفيد. شكرًا.